السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأهرامات بتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع. لما بتبص على هرم خوفو في الجيزة بتقول في بالك مين اللي بنى العملاق ده؟ ازاي قدر يرفع الحجارة الضخمة دي من آلاف السنين؟ في ناس بتقول إن العبيد هم اللي بنوه، وفي ناس تانية بتفتكر إن في كائنات فضائية نزلت ساعدت الفراعنة. بس الحقيقة فين؟ خلينا نفهم مع بعض مين اللي بنى الأهرامات بجد. بناء على الأدلة الأثرية والعلمية هنتكلم عن المصريين القدامى، ازاي نظموا العمال، ايه الادوات اللي استخدموها، وهنرد على الاشاعات زي قصة العبيد والفضائيين. يلا بينا نبتدي الرحلة ديت وخليك معايا لحد النهاية. اول حاجة لازم نعرفها ان الاهرامات ما اتعملتش في يوم وليلة، ولا حد غريب عن مصر هو اللي بناها. الاهرامات دي شغل المصريين القدامى، ناس عاشت في عصر الدولة القديمة، تقريبا من 2700 ل 2500 قبل الميلاد. أشهر الأهرامات زي هرم خوفو وخفرع ومنقرع في الجيزة اتعملت في عهد الأسرة الرابعة، وده كان زمن قوة مصر وتنظيمها. اللي بنى الأهرامات ما كانوش عبيد زي ما كانوا بيقولوا زمان. في أفلام قديمة وكتب كانت بتروج لفكرة إن الفراعنة كانوا بيجلدوا العبيد ويخلوهم يشيلوا الحجارة غصب عنهم. بس الأدلة الأثرية اللي اكتشفوها في السنين الأخيرة بتقول حاجة تانية خالص. العلماء لقوا قرى عمال جنب الأهرامات فيها بيوت ومقابر للناس اللي كانت بتشتغل هناك. المقابر دي كان فيها هياكل عظمية للعمال، وكانوا مدفونين بكرامة، وده بيثبت إنهم ما كانوش عبيد، دول كانوا مواطنين مصريين بيشتغلوا للدولة. مين بالظبط؟ كانوا فلاحين وعمال من كل حتة في مصر. لما النيل كان بيطلع في موسم الفيضان ما كانش فيه زراعة، فالفلاحين كانوا بيروحوا يشتغلوا في مشاريع الدولة زي بناء الأهرامات. كانوا بياخدوا أكل وشرب وأجر على شغلهم، وكانوا بيبقوا فخورين إنهم بيساهموا في حاجة كبيرة زي دي. يعني الموضوع كان زي شغل مؤقت بيجمع الناس من كل البلاد. بناء الأهرامات ما كانش شغل عشوائي، ده كان زي مشروع قومي ضخم. تخيلوا انك عايز تبني هرم زي خوفو اللي ارتفاعه 146 متر في الأصل، وفيه حوالي 2.3 مليون حجر. كل حجر بيزن من 2 ل 15 طن. ده محتاج تنظيم عالي جدا. المصريين القدامى كانوا أساتذة في الإدارة، وده اللي خلاهم ينجحوا. العمال كانوا بيتقسموا الفرق، كل فرقة ليها شغل معين. في ناس كانت بتقطع الحجارة من المحاجر زي محجر طرة أو أسوان، وفي ناس تانية كانت بتسحب الحجارة على زلاجات خشب. كانوا بيستخدموا المية عشان يخلوا الأرض زلقة فالحجارة تتحرك بسهولة. بعدين في فرق بترفع الحجارة لمكانها في الهرم باستخدام منحدرات أو رافعات بسيطة. كل ده كان بيتظبط على ايد مهندسين ومشرفين من ايام الفراعنه. في نصوص قديمه كانت بتحكي عن ناس زي امحتب اللي بنى هرم زوسر المدرج في سقاره، وكان بيعتبر عبقري في الهندسه. كمان لقوا ورق بردي فيه حسابات عن عدد العمال والاكل اللي بيتوزع عليهم زي الخبز والخضار. يعني الدوله كانت بتعاملهم كويس ومش بتستعبدهم. عدد العمال كان بيوصل لعشرات الالاف في وقت واحد. كان في تقديرات بتقول إن هرم خوفو احتاج حوالي 20,000 عامل على مدار 20 سنة. كانوا بيشتغلوا في مواسم معينة وبياخدوا راحة لما الفيضان يخلص. يعني الموضوع كان زي حملة كبيرة بتجمع الناس كلها لخدمة الفرعون والدولة. السؤال اللي بيحير الكل، إزاي المصريين رفعوا الحجارة التقيلة دي من غير ماكينات ولا كهرباء؟ الحقيقة إن الأدوات كانت بسيطة بس ذكية جدا. كانوا بيستخدموا حاجات زي الفؤوس والمطارق عشان يقطعوا الحجارة من المحجر. كانوا بيعملوا شقوق في الصخر وبعدين يفصلوا الحجر. الزلاجات الخشب كانوا بيسحبوا الحجارة عليها وبيبلوا الأرض بالمية عشان تقلل الاحتكاك. المنحدرات كانوا بيعملوا طريق مائل جنب الهرم، والعمال بيسحبوا الحجارة لفوق بالحبال. في نظريات بتقول إن المنحدر كان بيلف حوالين الهرم زي السلم الحلزوني. الروافع أدوات بسيطة من الخشب بتساعد في رفع الحجارة لمكانها. كمان المصريين كانوا بيعرفوا يحسبوا كويس. لقوا آثار منحدرات وأدوات جنب الأهرامات، وده بيثبت إنهم كانوا بيشتغلوا بذكاء مش بس بقوة عضلية. في تجارب حديثة علماء عملوها زي اللي حاولوا يرفعوا حجارة بنفس الطريقة ونجحوا فعلا، وده بيأكد إن الطرق دي كانت فعالة. الحجارة نفسها كانت بتتقطع بدقة عالية. لو بصيت على هرم خوفو هتلاقي الحجارة متظبطة جنب بعضها من غير فواصل تقريبا، وده بيظهر ان العمال كانوا محترفين في شغلهم. يعني مش مجرد ناس بتشيل حجارة، دول كانوا فنانين في الهندسة. ليه المصريين تعبوا نفسهم وبنوا الأهرامات دي؟ الإجابة بترجع لدينهم ومعتقداتهم. الفراعنة كانوا بيؤمنوا بالحياة الآخرة، وكانوا شايفين ان الفرعون لما يموت لازم يبقى ليه حماية. الهرم كان بيبقى زي بيت أبدي للفرعون، مليان كنوز وأكل وحاجات ياخدها معاه للعالم التاني. كل فرعون كان عايز يثبت قوته
ويسيب علامة في التاريخ، فكانوا بيبنوا الأهرامات كمركز للعظمة. مثلا خوفو بنى الهرم الأكبر عشان يبقى أعلى حاجة في العالم وقتها، وده كان بيوري قوة مصر. العمال كانوا بيشتغلوا بروح وطنية عشان يحسوا إنهم جزء من حاجة كبيرة. كمان الأهرامات كانت بتساعد في توحيد الناس، لما كل الفلاحين والعمال بيشتغلوا مع بعض ده كان بيقوي الدولة ويخلي الشعب متماسك. يعني الأهرامات مش مجرد حجارة، دي كانت قصة شعب كامل. خلينا نرد على الإشاعات اللي بتدور. الأولى إن العبيد هم اللي بنوا الأهرامات. زي ما قلنا الأدلة بتقول إن العمال كانوا مصريين بيشتغلوا بإرادتهم وكانوا بياخدوا أجر. لقوا بقايا أكل زي الخبز واللحمة في قرى العمال، وده ما كانش بيحصل مع العبيد. كمان المقابر بتاعتهم كانت محترمة، مش زي العبيد اللي كانوا بيترموا في أي حتة. تاني إشاعة هي الفضائيين. في ناس بتقول إن الأهرامات دقيقة قوي في البناء وموجهة ناحية النجوم، فأكيد كائنات فضائية هي اللي بنتها. بس العلماء بيقولوا إن المصريين كانوا عندهم علم فلك قوي، وكانوا بيعرفوا يحددوا الاتجاهات باستخدام النجوم. البناء نفسه كان بأدوات بسيطة وما كانش محتاج تكنولوجيا فضائية. الإشاعات دي بقت مشهورة علشان الأهرامات فعلا عجيبة، وصعب نصدق إن ناس من آلاف السنين عملوا حاجة زي دي. بس الحقيقة إن المصريين كانوا عباقرة في وقتهم ومحتاجوش مساعدة من حد. بعد ما ردينا على الإشاعات لازم نتكلم عن حاجة كمان بتخلي الأهرامات لغز كبير. هل لسه في أسرار جواها ما اكتشفناهاش؟ العلماء لحد دلوقتي بيحاولوا يفهموا كل حاجة عن الأهرامات، بس في حاجات لسه غامضة بالنسبة لهم. مثلا جوه هرم خوفو لقوا غرفة كبيرة فوق الغرفة الرئيسية سنة 2017 باستخدام أجهزة حديثة، ومحدش عارف دي معمولة ليه. في نظريات بتقول إنها ممكن تكون مخزن للكنوز أو حاجة ليها علاقة بالنجوم، لأن المصريين كانوا مهووسين بالفلك. كمان طريقة البناء نفسها لسه بتحير العلماء. إزاي قطعوا الحجارة بدقة بالملي، وإزاي حطوها جنب بعض من غير فواصل؟ في ناس بتقول إن في تقنيات قديمة ضاعت مع الزمن، وإن المصريين القدماء كان عندهم علم أكبر من اللي احنا متخيلينه. وطبعا في كلام عن ممرات سرية وغرف مخفية تحت الأرض، زي اللي بيقولوا إنها ممكن تكون تحت تمثال أبو الهول في الجيزة. لحد دلوقتي كل يوم بيطلع اكتشاف جديد بيخلينا نقول يا ترى إيه كمان اللي مستخبي. ده اللي بيخلي الأهرامات مش بس عجيبة هندسية، لكن كمان قصة مش لاقيين ليها نهاية. كل ما العلماء يكتشفوا حاجة يلاقوا سؤال جديد. يعني الأهرامات دي زي الكنز اللي بيطلع كنوز جديدة كل ما تحفر فيه أكتر. في الآخر يا جماعة، اللي بنى الأهرامات هم المصريين القدامى، فلاحين وعمال شقيانين بإرادتهم وروح وطنية، مش عبيد ولا فضائيين زي ما الإشاعات بتقول. بأدوات بسيطة وتنظيم عبقري عملوا حاجة تتحدى الزمن وتبقى رمز قوة مصر لحد النهاردة. الأدلة الأثرية بتثبت إنهم كانوا ناس زينا، بس عندهم ذكاء وإصرار يخلوهم يعملوا المستحيل. ومع إننا عرفنا حاجات كتير عنهم، لسه الأهرامات مليانة أسرار، وكل يوم بتفاجئنا بحاجة جديدة. لو في أي سؤال عن الأهرامات اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم في الفيديوهات إن شاء الله. يعني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش أي حاجة من فيديوهاتنا الجاية.